تفضل سي ربي. يقول لك كذاب. الثورة الجزائرية صنعها عظماء التاريخ في العالم، ولا توجد ثورة أخرى تضاهي الثورة الجزائرية. أما ما قاله عضو المجلس الأعلى للإمارات العربية سلطان بن محمد فهو استفزاز بمشاعر الشعب الجزائري، وليس للمسؤولين الجزائريين، لأن تعودنا منهم وضع رؤوسهم في الرمال كالنعام. هذا الجنرال ديغول الذي أسس حكومة فرنسا الحرة في الخارج وجند الجزائريين في الحرب العالمية الثانية، ارتكب في يوم واحد مجازر ما زالت فرنسا لم تعترف بها. في يوم 8 ماي 45 شهيد، إلا لأنهم خرجوا يطالبون بالحرية التي وعد بها الحلفاء، ويطالبون بالجزائر المستقلة، ويطالبون بالعدالة التي ضحوا من أجلها فكانت. ولما عجزت الحكومات الفرنسية المتتالية ورؤسائها استنجدوا بشيخ المحنك في التجارب، فجاء الجمهورية الجزائر الفرنسية الخامسة ونفى من كان قبله. من هنا يبدأ تاريخ فرنسا، وفعلا بدأ تاريخ فرنسا بإرسال الخونة الذين كانوا في صفوف الجيش الفرنسي ودفعة لاكوست. وما نعاني منه اليوم وما زال مستمر للأسف من تخطيط هذا الهمجي، هذا الدموي، هذا السفاح، وسيحكم عدالة التاريخ على ما قام به في الجزائر. أما حاكم الشارقة فلا يعرف تاريخ الجزائر ولا يعرف الشعب الجزائري، فهو يراه من خلال السفير ومن خلال الوزير الذين يلتقي بهم